فهو ده بالظبط التصور اللي ممكن تحطه على الدولار وباقي العملات. الدولار هو اللبشه، هو البنيه الماليه الاساسيه العالميه لكل تجاره العالم، ودلوقتي هو بيمثل اكتر من 60% من حجم التجاره في العالم كله. يعني اي معاهده ماليه، اي اتفاقيه تجاريه بتتم بالدولار، فالعالم كله ملزم ان هو يتعامل بالدولار. طيب كل عملات العالم بقى مبنيه فوق الدولار. يعني تقول ان الدولار مثلا هو الاولاني، فوقيه اليورو، بعديه الاسترليني، بعديه اليوان الصيني، بعديه الين الياباني، بعديه اي مكان. الاساس هو اللبشه دي، لو اللبشه دي وقعت كل ده هينهار. فلما اجي انا اقول لك انه الدولار هيقع، ما ينفعش تقول لي انه الجنيه يعني هيزيد قصاده، لان الجنيه اوريدي من الحاجات اللي موجوده فوق المبنى ده، فوق اللبشه ده، هو دور من الادوار اللي موجوده ودور ضعيف كمان. يعني لو العملات مثلا، لو الدولار بعده اليورو او اليوان، فالجنيه فوق في الدور ال 12، هو ضعيف جدا. لو حصل اي هز تحت، اي زلزال تحت، هيبقى من اضعف الحاجات. طيب ايه كمان الميزه اللي بتدي امريكا